السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه عن الحمام بصفة عامة، سواء في نش سواء في فرخ. طبعا معايا اخويا محمد الجمال من احسن الغاويين اللي بتفهم في الحمام، وبالاخص الحمام الزاجل. كنا بنتكلم في موضوع يا جماعة، هو ليه الزاجل اصعب غية؟ الزاجل اصعب غية لان الزاجل صعب في كل حاجة. عشان تتعلم الزاجل عاوز منك مجهود، بخلاف الحمام الغزار، بخلاف الحمام الزينة، بخلاف الحمام الشوامات. لان انت طبعا الحمام الشوامات معروف تقليبه وتكوينه، هي نمر بتعرفها في الفرد وبتبدأ تقوي وتبدأ تغوى وتربي الحمامة، فمش بتحتاج منك مجهود. كذلك الحمام الزينة برضو بيبقى نمر بتبدأ تعرفها، لون الفرد، الكرك، مش عارف الكريست، الكلام ده كله. حمام الغزار نفس النظام برضو نمر. وفي النش يا جماعة برضو الزاجل صعب جدا في النش، لان انت بتتعامل مع زغلول، بتتعامل مع شاب، وبتتعامل مع نوتي، وبتتعامل مع دكورة، كل دول بيتنشوا، كل دول بيطيروا، كل دول بيسابقوا، بخلاف الحمام الغزار او الحمام اللي هو بيتربى في دواير، لان انت بتتعامل مع شبابيات. طبعا الشبابيات يا جماعه حمام لسه ما بيبقاش كشف، فالحمام بيبقى بصحته وبمجهوده، فالطبيعي ان الحمام بيعلى والحمام بيجري بدون اي مجهود من الغاوي، وبتبدا انت تجرد الحمام دون، وبتبدا تشيل منه النوتي، وبتبدا تبوب الدكوره، وبتبدا وبتشتغل مع الدكوره، بس الدكوره بتبقى بصحتها ما كشفتش على نوتي، صحه الحمام بتبقى جامده ومجهود الحمام بيبقى عالي، فحمام سهل انه يعلى معاك ويجري معاك بكل اريحيه. هي بس الصعب انك بتختار باب حد يكون بينش بقاله سنه واتنين وتلاته وحمامه بيمسك العالي والحمام ما بيتضربش، فانت خلاص بتبدا تجيب منه حمام وليه تاريخ ما بيتمسكش، فالموضوع سهل وبسيط. انت بقى بتربي دكوره بس والحمام ما بيعلاش معاك، الحمام ما بيجريش، انت مثلا اختيارك للحمام اختيار خاطئ، بتجيب من حد مثلا ما بينشش، او حد مثلا حمامتينه ضعاف. لو ركزت وشفت حد بينش في داير نش قوي وابتديت تاخد منه واشتريت دماغك، وبقى معاك حمامتين جامدين. بخلاف بقى الزاجل صعب في ايه؟ الزاجل صعب في مسافاته. احنا عندنا 3 مسافات في الزاجل: قصير ومتوسط وطويل. محتاج تعرف شكل كل جناح، محتاج تعرف تركيبة كل عين لكل فرد عشان تعرف تلقي الحمام دون، عشان تعرف تلقي الحمام ده صح. لان انت طبعا لو ركبت مسافه قصيره على مسافه طويله عملت خلل في جناح فرد الحمام، هيجيب لك حمام مش كويس في الطيران. طبعا الهدف من الزاجل مش النش بس، يعني الزاجل اللي احنا بننشه بس الهدف منه في موسم السبق انك تعرف تخش بالحمامه دي، وتعرف تحدد مسافه الحمامه، وتعرف ازاي تكسب بالحمامه. فالصعب هنا فين؟ ان انت بتتعامل زي ما قلت لك مع زغلول، وبتتعامل مع شبابيات، وبتتعامل مع نوتي، وبتتعامل مع دكوره، والحمام ده بيتفرخ. والزاجل لما بتيجي تنش بتنش دكوره ونوتي، لان الزاجل ما بيشخورش، بعكس الحمام الغزار. يعني ما تلاقيش فرد زاجل بيشخور على طيره في الطيران، بتبقى نادر لو حصلت. ما تلاقيش ذكر بيشخور على ذكر، بتبقى نادر لو حصلت، بعكس التلاوين وبعكس الحمام الغزار وبعكس الحمام الشوامات. فانت عشان تتعامل مع الحمام ذات بالاخص، لو انت ما عندكش مكان متاح ليك انك تفصل كل حاجه لوحدها، يعني في ناس بتطلع الزغيل لوحدها وتبدا تنشرها، نوتي لوحدها في موسم التدريب، الدكوره لوحدها. بيبدا مثلا يطلع النوتي الصبح، يجي على الظهر يطلع الزغاليل، يجي على اخر اليوم ينش الدكوره، وهكذا. طبعا لو انت ما عندكش مكان هتضطر بقى ايه، الزغاليل بتطلع طبعا لوحدها. لو عندك طريقه زغاليل ده حاجه مفروغ منها، ما ينفعش تطلع زغاليل مع حمام كبير لاسباب كتير. اول حاجه جهد الزغلول مش نفس جهد الفرد كبير. تاني حاجة الزغاليل بتتعلم ازاي بتطبع بطبع الحمام. لو انت عندك مثلا الدكورة بدل انها تجعر، ممكن تلاقي الزغاليل من صغرها عمالة تجعر وبتبدأ تبوظ الحمام بإيدك. فالأفضل ان الزغاليل دي حاجة مفروغ منها، دي بتطلع لوحدها. بنبدا نحفظها ارضيه الغيه، بنبدا بعد كده نحفظها ظهر اللفت، بعد كده بنخلي الزغاليل تشوط. فاول ما الزغاليل بقى تبدا تلم نفسها وتصنع نفسها، بنبدا نديها ايه، نبدا نديها حصه. يعني حصه يعني بنديها وقت ساعه، وقت محدد بنطلع الزغاليل فيه لحد ما تبدا تتشبب معانا وتبدا تكشف معانا، وبعد كده بنبدا ندخلها مع الكتف بتاعنا. سواء انت عندك مكان متاح ليك انك تخلي النوتي لوحدها، ده الافضل، والدكوره لوحدها، وتنشي ده الصبح زي ما قلت لك، وتنشي ده اخر اليوم. الموضوع مفروض. فالموضوع صعب يا جماعه، زي ما انت شفت كده، عاوز وقت وعاوز مجهود.
لان انت بتتعامل زي ما قلت لك مع اجناس الحمام كلها، زغاليل، شبابيات، نوتي، ديكورة. بقى خلاف الحمام بقى الغزار، انت بتتعامل مع الديكورة بس، جند مجند عندك جند مقاتل وانت مريح دماغك خلاص. الموضوع مش خايف بقى ان الذكر ده بيشخور، الذكر ده بيجري ورا انتايته، الذكر ده مش عارف ايه، فالمواضيع دي كلها مريح نفسك منها. النقطة بقى اللي بنحب نتكلم فيها، الناس كلها بتتكلم في النش من ناحية ايه، ده بيبوظ عليا الدورة، ده قرفني في عيشتي، ده مش عارف ايه. طبعا هو ده عيب غاوي، يعني انت ما ينفعش تتحجج بحجة البليد زي ما بيقول. انت يا باشا معاك حمامتين جامدين، حمامتينك بيركبوا السحاب فوق، وانت مالكش دعوه باللي تحت، اللي تحت ده عايش مع نفسه خلاص. انت حمامتينك بقى بيطلعوا يركبوا معاه، يمسكوا معاه خلاص، يزنقك في دورته المقفوله دي، غلطتك انت، لان انت ما اسستش حمامه صح. انت لو ما اسستش حمامه صح من البدايه، حمامه مخلصه، حمامه مقفله، حمامه واخده اكلها مظبوط، واخده علاجاتها مظبوط، الاملاح المعدنيه، الكربوهيدرات، الفيتامينات، الكالسيوم، الميه على طول نظيفه، صحه الفرد معاك سليم 100%. مفيش حد عارف يبوظ عليك الدوره خلاص. هتطلع تلعب في العالي، هتمسك مع اللي ماسك فوق خلاص. وبل بالعكس انت كمان هتزعل اللي دورته مقفوله. ليه هتزعل اللي دورته مقفوله؟ ان انت حمامك هيطلع الساعه ونص بتوعه، هياخد المجال، هيقطع باللي يقطع بيه، هيرجع هيلم الحمام معاه وهيربط فوق دماغك الدوره المحكمه. عاوز بقى تزود، عاوز تورس على الحمام شويه بشويه بحيث ان الجو يعتم يقفل معاك خالص، وبعد كده تنزل بالضريبه، فانت الكسبان. فاهمني؟ انت بقى من البدايه حمامك طالع ماسك الواطي، دي مش غلطه اللي جنبك اللي مش عارف ينش. هو مش عارف ينش، انت علمه بنشك، علمه بنشك. حمامتينك يطلعوا، يبدا يشوفك، يبدا يتعلم، يبدا يتحمس، يبدا يحاول يجري حمامه معاك. فالناس اللي بتربي في دواير، احنا من البدايه كنا بنربي في دواير وبنش ديكوره بس احنا المنطقه بتاعتنا احنا من بلبس الشرقيه، المنطقه بتاعتنا كلها بزاجل. فانت النش نش تنافسي، نش جماعي، مش هتلعب لوحدك. يعني انت عندك المنطقه كلها بتلعب كره قدم، لازم تلعب زيهم كره قدم. هتيجي تروح تلعب سله، هتروح تلعب كره طايره، هتلعب لوحدك. هتلعب لوحدك ازاي؟ لعبه جماعيه مفيش اي متعه. فالمنطقه اللي انت عايش فيها بتحكمك. فهي في الاول وفي الاخر غيه، في الاول وفي الاخر ده بيتنش وده بيتنش. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول لك الحمام الزاجل ده حمام ابو وردان، انا بقول لك انت بتربي مثلا صافي، يا عم هات فرد صافي قدام فرد زاجل وتعالى نرميهم. مش هقول لك 900 كيلو و1000 كيلو و1200 كيلو والكلام ده كله، انا اقول لك 300 كيلو بس. انت عم من القاهره او من الشرقيه، هنقول لك نطلع المنيا، ارمي يا عم الفرد الصافي بتاعك وانا هرمي الفرد ازاي. وده مش بقلل من اي نوع من انواع الحمام، بالعكس الحمام كله جميل. اي فرد حمام ماسك مستوى واي فرد حمام بيتنش فرد حمام جميل. ما نقدرش نقول، بس كل فرد حمام ليه الوظائف بتاعته، يبسط اي غاوي فرد حمام حلو. فده الموضوع يا جماعه ببساطه. يعني يا ريت ما نوحش في اي نوع فرد حمام، ونسيب كل واحد يغوى اللي هو عاوزه. والموضوع سهل وبسيط، واغوى واستمتع بالحمام وبس. ومعايا اخويا محمد الجمال. لو في اي تعقيب على الكلام اللي انا قلته من وجهة نظرك برضو بنستفاد من بعض. في الاول وفي الاخر غاية حب وغاية تعلم يا جماعة. احنا بنقعد مع بعض بحيث ان احنا نستفاد من بعض، مش نتنطط مع بعض، وده بيربي مش عارف ايه وانا بربي ايه، وده بيربي بلدي، ده ما عندوش حمام. الكلام ده كله في الفاضي. فنشوف اخويا محمد الجمال لو عنده اي تعقيب في اي حاجة، ونسمع منه برضو رأيه في الموضوع ده. السلام عليكم. اولا